حرايق سوهاج، الجن بيحرق البيوت. حرايق سوهاج مش طبيعية والسبب مرعب. تفتكر لما النار تمشي في شقة كاملة وتسيب المصحف سليم يكون ايه السبب؟ طب تفتكر لما النار تولع في بيتك من غير ما يكون في اي سبب ولما تطفيها ترجع تولع تاني من غير ما حد يلمسها، هل ده طبيعي؟ بداية القصة في قرية في سوهاج حصلت حاجة غريبة جدا. اكتر من 14 بيت اتولع فيهم. النار كانت بتبدأ فجأة من الهدوم او المراتب. الناس جابت مطافي، شيوخ وصحراء، ولكن ولا حد عارف يوقف. لحظة الرعب في واحدة من الجيران قالت انا شفت النار وهي طالعة من الحيطة وكانت بتتحرك زي ما يكون حد بيوجهها، والمصحف اللي كان على الرف النار لفته بالكامل بس فضل سليم. سبحان الله. والتحليل المرعب ان في شيخ كبير قال لهم اللي بيحصل ده مش طبيعي، دي ارواح تعذبت في البيت ده، واللي بدأ النار مش بني ادم. ومن ساعتها 3 بيوت تانيين ولعوا وناس بدأت تسيب القرية. تفتكر ايه اللي بيحصل فعلا؟ هل دي لعنة، جن، سحر، ولا في سر اكبر محدش عايز يقوله؟ اكتب لنا رأيك في التعليقات، وخصوصا لو انت قريب من القرية دي. وما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة لان لسه الرعب ما بدأش.